اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ولا نبدا نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم اول حاجه، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعل ايامكم كلها رمضان، ولان رمضان كلها ايامه خير طبعا، فربنا يجعل ايامكم كلها خير. عايزه اقول لكم بقى النهارده انا عملت بقى ايه. بصوا بقى، جت سلفتي قالت لي هو احنا كده خلاص خلصنا ولا ايه؟ قلت لها ليه يا حبيبتي لسه ما خلصناش. قالت لي لا. إيه طب يلا بينا، مش هنعمل شويه قراقيش كده عشان الولاد؟ دي احلى حاجه بتبقى في اول يوم، اول يوم العيد الصبح مع كوبايه شاي بلبن، لان بتبقى الكحك والبسكوت بيبقى يعني لسه معدتنا تعبانه شويه. فقلت لها يعني ايه؟ قالت لي لا احنا بصي احنا نعمل قراقيش عشان تبقى اخف شويه من البسكوت والبيدي فور والحاجات دي. قلت لها خلاص تمام ماشي يا حبيبتي. بما انك عايزه تعملي كده، انت فاكره ان انا هقول لك لا ومش هعمل؟ لا يا حبيبتي هعمل. المهم بقى انتوا فاهمين زي شغل السلاف ده، وهي عايزه تعلي عليا، بس انا ميمي يعني محدش يقدر يعلي عليا في حاجه. المهم، جبنا كده دول برضو 3 كيلو دقيق. تمام، رحنا ماسكينهم كده عملناهم ايه، حطينا عليهم شويه سكر وسنه صغيره ملح، وباكو خميره باكو باودر، وحطينا باكو لبن باودر. تمام تمام. لحد هنا تنسيش تحطي لايك وسبسكرايب للقناه، عشان كل ما انزل فيديو جديد انا وسلفتي يوصلك مني اشعار. تمام. بصوا بقى، هحط سنه فانيليا. تمام، علشان خاطر يعني ايه تديها ريحه كده، بما انها في حلويات العيد وحاجات كده، فلازم نحط حاجه يعني فانيليا تطلع ريحه بقى. تمام. رشينا شويه السكر وشويه اللبن والخميره وكل السوائل الحاجات الجافه. تمام. كلها ايه، حطيناها على الدقيق. طبعا قبل ما بنعمل اي حاجه في الدقيق لازم نبقى نخلينه. تمام. وهنا بقى بما اني هعمل بسمنه سخنه، فبعجن على الستانلس، يعني على الصينيه الستانلستين. هتقولي طب ما تعجنيش في عجانه ليه؟ عندي عجانه بلاستيك يا جماعه، فمش هتنفع ان انا اعجن فيها. ماشي. دول 3 كيلو، حطينا عليهم كف ايدينا كده، يعني شويه طبق صغير كده. احسبيها بقى 3 4 معالق، احسبيها مج القهوه الصغير، احسبيها كف ايديكي زي ما تحسبيه. شويه سمسم، عشان طبعا السمسم بيدي طعم جميل في العجينه، بيخلي العجينه زي القمر. تمام. بيبقى طعمها يعني، انا بصراحه من الناس اللي بتحب السمسم في العجين قوي. المهم بقى هنا طبعا احنا دخلنا الدقيق كويس وحطينا عليه الحاجات الجافه زي ما انتم عارفين. وبعد كده بقى هنزل عليها بالسوائل، السوائل اللي هي ايه، الزيت والسمنه. تمام. وان كان بقى شويه لبن او شويه ميه، لو مش حاطين يعني لبن، لو مش حاطين لبن باودر، ميه لو حاطين ايه، لو حاطين لبن. تمام. زي ما احنا متفقين ان احنا ايه، خلينا متفقين ان احنا بدل حطينا لبن باودر في العجينه، فبنلم العجينه في الاخر بميه، برضو بتكون ميه دافيه. هنا بقى كيلو دي بياخد معايا كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت. هتقولي نص كوبايه زيت ياما؟ لا، هقول لك لا، حلو، عشان بيخلي العجينه ايه، ماسكه نفسها. وبعدين الزيت بيحفظ القرقوشه. دي قراقيش، دي عجينه القراقيش. تمام. بيخلي القرقوشه كده في ايديكي، يعني عمرها بيطول، بتفضل مده اطول، وكمان بتبقى ماسكه نفسها ما بتتكسرش مع الولاد. هنا بقى بتقلبي كل الحاجات دي، بتبسي برضو العجينه خالص 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 على ايديكي كده. يعني بتغلفي الدقيق كله بالسوائل اللي هو الزيت والسمنه. تمام تمام. اول حاجه بقى، هنا ابن بنت سلفتي برضو حشر نفسه حشر ايديه، ولازم أن يقعد في الحاجات دي، بهدل هدومه وبهدل ايديه، ودي احلى حاجه. هنا بقى سلفتي كانت بتعمل العجوه وبتعملها على ايديها كده، بتبقى جاهزه عشان خاطر لما نيجي نحشي بيها تبقى ايه، ما نقعدش ناخد حته حته وبتاع وننتش كده. لا، احنا مش بنحب كده، احنا بنحب يكون قبل ما نشتغل اهم من الشغل ظبط الشغل. تمام. لو وصلتوا لحد هنا قولوا تمام. ماشي. هنا بقى ده الكيس بتاعنا اللي هو الاساسي في الموضوع، لازم أن يكون معاك الكيس ده عشان خاطر ايه، تغطي بيه العجينه كده بتاعتك. عجينه القراقيش دي عايزه تطلعي عجينه كويسه. اعجنيها على قد ما تقدري. لو ما عندكيش عجان، بصي خدي كل صحتك وكل حالك ومالك وكل غيظك. شوفي انا بضرب الواد ازاي وانا متغاظه منه، طبعا عماله اقول قوم مش راضي يقوم، قوم مش راضي يقوم، قاعد بقى جنب مني ومش عايز يسمع الكلام. فالمهم يعني هي عاجبها الوضع وراضي بيها. هقول لها ايه؟ هقول لها لا؟ لا طبعا ما اقدرش اقول لها لا. ابن بنت بنتها هنعمل ايه، اعز الولد ولد الولد. تمام. المهم بقى، هنا بقى انا عجنت العجينه كويس جدا 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 جدا. امسكي العجينه كده لقيتيها، بصوا اهم حاجه العجينه بتاعت القراش دي تكون عجينه شبه اللبانه في ايديكي. شبه ايه؟ خلينا متفقين، شبه اللبانه، يعني عجينه لينه حلوه كده، ماسكه نفسها، لا هي سايحه ولا هي جامده. تمام تمام. هنفضل بقى ايه، هنا بقى قلنا نقطعهم كده نقرصهم، يعني انا عجنتها وسبتها شويه ارتاحت زي 10 دقايق، ريحتها حبه. تمام. بعد كده بقى رحت ماسكاها على طول، عجن عجن عجن، يعني قطعتها كده زي ما انتم شايفين كور كده. طبعا دي كور كبيره، احنا كنا بنقسمها تاني واحنا شغالين، بس انا عشان اسهل على نفسي، انتوا عارفين انا بحب انجز وبحبش ايه ارغي كتير. قولوا لي لا ارغي، احنا ما بنحبك وبنسمعك وبتاع، ارغي براحتك يا ام دودو، مفيش مشكله.
فالمهم احنا بقى ايه، قلت بقى اعملها كور كبيره كده، واحنا بقى عايزه نشكلها بصغيره نشكلها. هتقولوا لي بتعجني لسه على الطبليه؟ هقول لكم اه، هو في احلى من عجين الطبليه وفي احلى من عجين وانت قاعده ايه شغل الفرافير اللي هو نقف على الرخامه. اصلا عندي الرخامه بتاعتي صغيره، فمش هنقعد بقى نقرف نفسي ونراضي نفسي ان انا نقف ايه نعجن على الرخامه. فاحنا بنحط الطبليه كده، دي عاده يعني، وربنا ما يقطع لكم عاده يا جماعه. تمام. وطبعا احنا متعودين على كده يعني. انا من صغري كانت اللي بتعمل الحاجات دي هنا الله يرحمها، تمام، كانت تجمع الحريم بتوع البيت كله، ونقعد بقى كل واحد ليه وظيفته، كل واحد ليه شغلانه. يعني اللي بيمسك الفرن ما يقومش منها الا اخر يوم بعد ما بنخلص، اللي بيمسك الصفيحه يرص فيها ما بيسيبهاش الا لما يخلص. في واحد بعد ما بنخلص بقى بيقوم يروق على الدنيا كلها، ده ما كناش لاقيينه الليله دي. المهم، هنا بقى يعني الله يرحمها ويسامحها، كانت بصراحة ايديها تسلم ايديها يعني. هنا بقى انا كنت عملت القطعة دي من ايه، اللي هو ايه، فردتها خالص، وبعد كده رحت حشيها ومطبقاها، ورحت مقطعاها شبه المنين بتاع المحلات. بس طبعا يعني ايه، جينا بعد كده اشتغلنا القراقيش العادية اللي هي بتعملي حفرة في العجينة خالص كده، وتروحي حاشية العجوة برمها، وتروحي مبططاها بايديكي كده. طبعا كلكم شطار واكيد عارفين ان اقصد ايه. تمام. وتروحي مبططاها كده بالسكينه او بالبتاع البصمه اللي هي المشرشره دي، العجله المشرشره دي. تمام. بس وبتعملي الحاجات دي وخلاص كده، وتشكلي زي ما انت عايزه تعمليها مدوره قرصه، اعمليها. عايزه تعمليها يعني بصوا الحاجات الاخرانيه دي، الفينش الاخير ده بتاعك انت مش بتاعنا احنا. تمام. هنا بقى انا بصوا انا كنت ببططها كده، بفردها بالفراده دي علشان خاطر يعني ايه، عايزه العجينه تبقى رقيقه كده، وكنت عايزه ايه اعمل شويه منين كده. فالمهم عملتهم. تمام. وبعدين قعدنا بقى ايه نخترع واحنا شغالين بقى، نعمل شكل كذا نعمل شكل كذا كده يعني. بس قعدت بقى افرد كده واقلب العجينه. هو المفروض بصوا انا هنا كنت بسويها، دي كانت اول صينيه طلعت اهي. تمام. زي ما بقول لكم انا مش ديت اللي انا عملتها وانا مطبقاها، لا ده دي هقول لكم دلوقتي تتعمل ازاي. اللي هو انا مطبقاها عملتها شلتها. وعامه يعني القراقيش ما بتاخدش وقت في الخمر. في ناس تقول لك لا نسيبها تخمر كتير، لا يا جماعه، ما دام احنا حاطين خميره فوريه، والخميره طبعا احنا بدأ الجو يحرر دلوقتي، مش ساقعه زي الاول. فيعني ممكن تشتغلي على طول، يعني ممكن تعمليها وتشتغلي على طول، ما بتاخدش وقت خالص خالص خالص. بصي يعني ممكن في 5 دقايق ربع ساعة بالكتير عشان ما افورش تكوني عاملة شوية قراقيش حلوين. لو حتى هتجربي في كيلو، لو حتى هتجربي في نص كيلو، انا كنت بعمل كيلو مثلا اخليه في البيت للولاد يفطروا منه يتعشوا منه كده في الايام العادية يعني. انما طبعا في رمضان انتوا عارفين انا بعمل انا وسلفتي اللي مش سلفتي، فبنعمل سوا وبنقسم الحاجه ما بيننا علشان هي تاخد حاجتها وتروح بيتها بالسلامه، واحنا نخلي حاجتنا في بيتنا برضو تسترنا، ونقدم بقى منها للضيوف اللي يعني ممكن يجي او ممكن ما يجوش. بس المهم يعني انا بعمل حاجتي لولادي يعني. تمام. تمام. هنا بقى سلفتي حشت العجوه اهي زي ما انتم شايفينها، وتقطع بالقطاعه دي. قالت لي انا عايزه العجله، قلت لها لا يا حبيبتي العجله دي بتاعتي انا مش بتاعتك انت وانت مأجراها، لا ماليش فيه، كل واحد يجي بعجلته. المهم بقى قعدنا نتخانق عشان هي عايزه العجله وانا مش عايزاها اديها لها. انا كان عندي عجله تانية بس معتز كسرها لي، كسر اليد بتاعتها، ما بقتش الا اللي هي الايه البتاعه المدوره بتاعتها بس. تمام. فقلت لها لا معلش انا استحوذ على العجل عشان انا بحب العجل كتير يعني. فالمهم بقى هنا قعدنا بقى نضحك وقعدنا نهزر ونعمل، وقعدنا نصلي على النبي واحنا بنشتغل كتير، وقعدنا نقول يا رب احسن ما بين ايدينا، ويا رب نطلع حاجه كويسه علشان ما نجيش بعد كده نعمل حاجه وتبوظ مننا نزعل. لا طبعا مش على المقادير والخطوات بتاعتي، ان شاء الله تطلعي حاجه كويسه. اهم حاجه النيه، نويتي ان انت هتطلعي تعملي حاجه كويسه حتى لو باقل التكاليف.